بيبدأ الفيلم بواحد اسمه ديفيد بيكون مسافر لمأمورية شغل، وبيخرج من الصبح من غير ما يقول لمراته، وبيفضل ماشي طول الطريق ومسافر تكساس، والطريق بيكون زحمة كالعادة، وديفيد نزل بدري عشان ما يتأخرش، وبيكون مشغل الراديو من ساعة ما خرج عشان يلاقي حاجة تسليه طول الطريق. وأول ما بيخلص الأخبار والإذاعة بيدخل على أخبار الماتشات، وبعدها بنشوفه وصل على الطريق صحراوي، وبتظهر مقطورة زيت ماشية قدامه على الطريق، وديفيد بيكون متضايق من الدخان اللي بيخرج منها عشان بيخنقه، وبيعدي من جنب العربية وبيسبقها على الطريق، وبيكمل طريقه عادي جدا، بس بيلاقي المقطورة رجعت تاني تمشي قدامه، وديفيد بيكون مستغرب ومش فاهم اللي بيحصل، وبيعدي من جنب المقطورة تاني ومش بيركز مع السواق، وبيزود السرعة عشان يسيب مسافة بينه وبين المقطورة، وبعد شوية بيوصل محطة البنزين عشان يفول العربية، وبيلاقي سواق المقطورة جه يقف جنبه عشان يحط بنزين، ولما بيركز على السواق مش بيلمح غير ايده بس، وبيجي عامل البنزينة ينظف الازاز وبيقول له يحط بنزين، واول ما سواق المقطورة بينزل بيشوف جزمته الجلد، وعامل البنزينة بيحط المضخة في العربية وبيبص على الموتور، وبيقول له ان هو محتاج خرطوم رادياتير، فديفيد بيقول له ان هو هيبقى يركبه بعدين، وبيخرج ياخد فكه من العامل عشان يعمل مكالمه تليفون، ولما بيتصل بمراته بتساله اذا كان كل حاجه تمام، فبيقول لها انه تمام وانه متصل بس عشان يطمن عليها، وبيعتذر لها عشان نزل وهي نايمه الصبح، وكمان على الخناقه اللي عملها امبارح، وبتقول له ان هي لسه متضايقه منه ومش عايزه تتكلم في الموضوع عشان كل ما بيتكلموا في الموضوع ده بيفضلوا يتخانقوا، وبيقول لها يعني عايزاني اتصل بستيف واتخانق معاه، فبتقول له ان هو المفروض كان يتكلم معاه من غير خناق، وبنعرف ان هم كانوا في حفله وستيف ده حاول يتحرش بمراته وهو سكران، وبتساله اذا كان هو هيرجع البيت الساعه 6:30، فبيقول لها ان هو لسه ما وصلش الشركه وما يعرفش، وبتاكد ان هو لازم يقابل ستيف عشان يحل المشكله اللي حصلت، وفي الاخر بيقول لها ان هو هيرجع في ميعاده، وبيقفل السكه وبيركب عربيته وبيطلع على الطريق تاني، وفجاه بيلاحظ ان سواق المقطوره جاي وراه بسرعه، وديفيد بيحس ان في حاجه غريبه فبيزود السرعه، وبيفتح له الطريق وبيخليه يعدي من جنبه عشان يخلص منه، بس بيلاقيه وقف قدامه تاني وعايز يقفل عليه الطريق، وديفيد بيقول له انا فتحت لك الطريق ما تمشي بقى، وبيحاول يعدي من جنبه بس السواق بيقفل عليه، وبيفتكر ان السواق ده عايز يرخم عليه طول الطريق، وبيفضل يتحرك معاه يمين وشمال لحد ما السواق بيخرج ايده وبيقول له عدي، واول ما ديفيد بيعدي بيلاقي عربيه جايه من الناحيه التانيه بسرعه كان هيخبط فيها، وبيعرف ان السواق كان قاصد يعمل الحركه دي، وبيلاقي نفسه هيتاخر على ميعاده لو فضل ماشي وراه، فبيقرر ان هو يخرج عن الطريق وبيمشي باقصى سرعه، وبيقدر يعدي من جنب المقطوره وبيسرع عشان ما يلحقوش، وديفيد بيكون فرحان وبيفضل ماشي طول الطريق يبص وراه، وبيشوف يافطه مكتوب عليها ان في كافيتيريا بعد شويه، وبيتفاجئ لما بيلاقي سواق المقطوره جه وراه تاني، والمره دي مزود السرعه وبيحاول يلحقه، وديفيد بيفضل يزود في السرعه عشان يهرب منه، بس محرك المقطوره بيكون اسرع من عربيته، وديفيد بيكون ماشي على سرعه 90، والمقطوره بتيجي وراه وبتفضل تخبطه من ورا، وديفيد بيقتنع ان الراجل ده عايز يقتله بجد، وبيفضل يزود في السرعه عشان يهرب منه، وسواق المقطوره بيكون وراه وكل شويه يخبطه، وديفيد بيكون ماشي على اقصى سرعه ليه ومش عارف يتحرك من مكانه، وديفيد بيكون وصل لسرعه 100 وما بيكونش قدامه حل غير انه يفرمل مره واحده، وبيدخل في سور خشب جنب الطريق وبيعمل حادثه، والناس بتشوف اللي حصل، وراجل عجوز بيروح يطمن عليه وبيقول له ان هو كويس بس رقبته وجعته من الخبطه، وان في سواق مقطوره كان ماشي وراه وعايز يقتله، والراجل بيقول له مفيش حاجه اكيد دي هلاوس بعد الصدمه، وفي الاخر بيقول للراجل ان هو كويس وبيسيبه ويمشي، وبيخرج من العربيه بتاعته وهو بيتحرك بالعافيه، وبيدخل الكافيتيريا اللي على الطريق وبيقول لهم انه عايز الحمام، وبيغسل وشه وهو مش مصدق اللي حصل له على الطريق، وبيقول لنفسه اكيد كل ده كان كابوس وخلص، واول ما بيخرج بره بيتصدم لما بيلاقي المقطوره رجعت تاني وراكنه قدام الكافيتيريا، وبيعرف ان سواق المقطوره قاعد معاهم جوه، وبيفضل يبص لكل الموجودين وبيكون شاكك فيهم، وبيفكر في طريقه عشان يهرب بيها من المكان، وبيكون متوتر جدا وهو بيبص عليهم، وبيشوف اتنين على البار لابسين نفس الجزمه الجلد بتاعت السواق، وبتيجي الجرسونه عشان تعرف طلبه وبيقول لها تجيب له اي سندوتش، وبيفضل يكلم نفسه وهو مش فاهم هو عمل ايه، وبيقول ان كل اللي هو عمله انه عدى من جنبه مرتين بس، وممكن يكون مختل عقليا وعايز يقتله وخلاص، والناس اللي على البار بيشكوا فيه وبيفضلوا يبصوا عليه، وديفيد بيقول لنفسه ان السواق دلوقتي قاعد في المكان، يعني ما عندوش نيه ان هو يهجم عليه تاني، وكمان دلوقتي وقت الغداء وده المكان الوحيد اللي موجود في المنطقه، وبيفضل يلوم نفسه عشان ما هربش بسرعه والمقطوره موجوده بره، وساعتها كان هيعرف نيته لو جه وراه تاني، بس بيكون خايف لحسن يخرج ويرجع يجري وراه تاني، وحتى لو مشي قبله هيعرف يجيبه عشان المقطوره اسرع من عربيته، وكمان فيها محرك ديزل قوي جدا وعربيته ابطا منها، وبيحاول يفكر بشكل اهدى عشان يلاقي حل، وبيفكر ان هو يتكلم مع السواق عشان يفهم منه هو عايز ايه، وبعدها بيجي الاكل وبياخد برشامه الصداع، وبيفضل يفكر وبيقول ان هو ممكن يكلم البوليس ويريح دماغه، بس هيضطر ان هو يفضل في المطعم وهو اصلا متاخر على شغله، وكمان لو البوليس جه السواق هينكر كل حاجه ومفيش دليل يثبت ان هو كان عايز يقتله، وممكن الشرطه تقبض عليه في الاخر بتهمه البلاغ الكاذب، وديفيد بيلاقي واحد منهم خرج وراح عند المقطوره، بس في الاخر بيركب عربيه تانية وبيمشي، وبيشوف واحد قاعد بياكل قدامه وشكله مريب، ولما بيبص على جزمته بيلاقيها جلد ولونها بني زي جزمه السواق، وبيقوم يتحرك ناحيته وبيكون خايف يكلمه، وبيقرب منه وبيقول له انا عايزك توقف اللي انت بتعمله ده، والراجل ما بيكونش فاهم حاجه
وبيقول له انت عايز ايه؟ وديفيد بيتعصب عليه وبيقول له بطل الالعاب بتاعتك دي، انا ممكن ابلغ البوليس واوديك في داهيه، وبعدين هو انت فاكر انك هتقدر تقتلني بالمقطوره بتاعتك دي؟ والراجل بيفتكره مجنون وبيقول له روح اتعالج. وديفيد بيوقع منه السندوتش والراجل بيهجم عليه وبيضربه وبيقول له انت فاكر نفسك مين عشان تكلمني كده؟ وبيجي صاحب المطعم يوقف الخناقه وبيقول للراجل ان ديفيد ده شكله مريض وان هو هيجيب له سندوتش بدل اللي وقع منه، والراجل بيقول له انا مش عايز حاجه وبيخرج من المكان. وصاحب المطعم بيقول لديفيد يخرج بره، وديفيد بيلاقي الراجل راح ركب عربيه تانية غير المقطوره، وبعدها بيلاقي السواق ركب المقطوره ومشي وبيطلع يجري وراه بسرعه عشان يعرف هو مين بالظبط، بس المقطوره بتكون مشيت وديفيد مش بيلحقه وبيرجع تاني يركب العربيه وبيكمل طريقه وبيفتكر ان خلاص الموضوع خلص ومش هيحصل حاجه. وبيلاقي اتوبيس مدرسه عطلان على الطريق والسواق بيقف قدامه وبيقول له ان الاتوبيس محتاج زقه عشان عطل منه، وديفيد بيقول له ليه ما شاورتش للمقطوره اللي لسه معديه من شويه؟ والسواق بيقول له ان هو ما خدش باله لما عدت من هنا، وبيقول لديفيد ان هو ممكن يساعده ويزقه بعربيته، بس ديفيد بيقول له ان العربيه ممكن تتحشر في الاتوبيس. وفي الاخر السواق بيطلع الاتوبيس وديفيد بيدخل بعربيته على الاتوبيس وبيحاول يزقه لقدام، بس الاتوبيس بيكون تقيل جدا ومش عايز يتحرك، وديفيد بيفضل يحاول والمحرك بتاعه ضعيف والاتوبيس مش بيتحرك، وبعد محاولات كتير بيفشل انه يزق الاتوبيس وعربيه ديفيد بتتحشر في الاتوبيس. وديفيد بيقول له انا قلت لك ان العربيه هتتحشر، ما سمعتش كلامي، وبيطلب منه يدوس على الكبوت وهو يحاول يرجع. وفجاه المقطوره بترجع من نفق وديفيد بيتصدم اول ما بيشوفها، والسواق بيقول له في حاجه ولا ايه؟ فبيقول له انه صاحب المقطوره لف ورجع تاني وبيجري بسرعه وبيخلي الاطفال الصغيرين تطلع الاتوبيس، والاطفال بتبقى مش عايزه تطلع وبيقولوا عليه مجنون، وبيقول للسواق ان صاحب المقطوره ده حاول يقتله وبيخليه يركب عربيته وهو بيطلع على الكبوت وبيفضل يتنطط لحد ما العربيه بتخرج من مكانها، وبيركب عربيته بسرعه وبيهرب من المكان، وسواق المقطوره بيلف عشان يخرج الاتوبيس من مكانه. وديفيد بيشوف اللي حصل وبيكمل طريقه وبيجي عند نقطه السكه الحديد وبيستنى القطر لحد ما يعدي، وفجاه بيلاقي المقطوره جت وراه وبتحاول تزقه على القطر، وديفيد بيدوس فرامل وبيفضل دايس والسواق بيزقه، واول ما القطر بيعدي ديفيد بيمشي بسرعه وبيخبط في الصخور وما بيكونش قدامه حل غير انه يرجع يكمل طريقه، وبيهدي السرعه على الاخر وبيفضل ماشي على مهله. وبيلاقي سواق المقطوره لسه قدامه على الطريق وبيلاقي محطه بنزين تانية فبيروح عليها، وسواق المقطوره بيركن قدام الناحيه التانية، وديفيد بيروح لصاحبه المحطه وبيقول لها انه عايز يعمل مكالمه، وبيدخل كشك التليفون وبيتصل بالبوليس، وفي نفس الوقت سواق المقطوره بيلف وبيكون جاي ناحيته، وديفيد بيقول لهم ان هو عايز يبلغ عن سواق مجنون عايز يقتله، وفجاه بيلاقي المقطوره جايه بسرعه جدا ناحيته فبينط من الكشك بسرعه قبل ما يشيله من على الارض، والست بتطلع تصرخ وبتقول له هو الراجل ده بيعمل كده ليه؟ وسواق المقطوره بيفضل يلف وبيكسر المكان كله، وديفيد بيقول للست تكلم البوليس وبيركب عربيته وبيهرب، وسواق المقطوره بيلف وبيطلع وراه تاني، بس ديفيد المره دي بيتحرك بسرعه وبيلف وبينزل بعيد عن الطريق وبيستخبى من المقطوره، وسواق المقطوره بيعدي من غير ما ياخد باله منه، فديفيد بيقول له خليك مع الطريق براحتك بقى، انا مش هتحرك من هنا غير بعد ساعه يمكن البوليس يقبض عليه، وبيقول له انه حتى لو ما اتقبضش عليه هيكون بعيد عنه، وبيعرف ان هو كده كده هيتاخر على الشغل فبينام في العربيه، وبيكون قاعد جنب جراج عربيات مهجور، وفجاه بيصحى على صوت القطر وبيفتكر ان المقطوره رجعت وبيفضل يضحك بهستيريا وبيرجع يكمل طريقه، وبيفضل ماشي شويه وفجاه بيفرمل مره واحده وبيلاقي سواق المقطوره واقف مستنيه على الطريق، وديفيد بيكون واقف في نص الطريق وبتيجي عربيه فجاه وبتعدي من جنبه وكانت هتعمل حادثه بسببه، وديفيد بيتحرك قدام شويه وبيفضل يبص لسواق المقطوره، واول ما بيقدم السواق بيكون عايز يخبطه، وديفيد بيرجع بسرعه وبيخرج من العربيه وبيجري ناحيه السواق عشان يعرف هو مين بالظبط، بس بيتحرك بالمقطوره وديفيد مش بيلحقه كالعاده، وبيفتكر ان هو خلاص مشي بس بيقف مره تانية، وديفيد بيلاقي عربيه تانية جايه ناحيته فبيوقفها، وبيكون راجل عجوز ومراته فبيقول له ان هو عايز خدمه وبيطلب منه يقف عند اقرب محطه فيها تليفون ويكلم البوليس، والراجل بيكون خايف وبيقول له ان هو مش عايز مشاكل، فبيقول له طب وصلني معاك لمحطه البنزين، بس الراجل بيكون خايف وبيرجع بسرعه اول ما بيلاقي المقطوره جايه عليهم، والمقطوره بتكون رايحه تدوس على عربيه ديفيد، وديفيد بيجري بسرعه قبل ما السواق يقتله، بس بيرجع تاني مكانه وبيكون مستنيه، وديفيد بيقرر يتحداه وبيرجع العربيه وبيربط الحزام، واول ما بيقرب السواق بيخرج ايده وبيقول له عدي، وديفيد بيتحرك بسرعه والمقطوره بتمشي وراه وبيقول له هنشوف بقى اذا كنت تقدر تلحقني المره دي، وديفيد بيزود السرعه مره واحده والسواق بيفضل وراه وبيفضل يقول له ان هو مش هيقدر يكسبه، وسواق المقطوره بيكون سريع جدا ومحافظ على مسار طريقه، وديفيد بيفضل ماشي على الطريق لحد ما بيلمح عربيه شرطه وبيروح يقف قدامها، بس بيتحرك بسرعه قبل ما المقطوره تشيله، وما بيكونش قدامه حل غير انه يفضل مكمل على الطريق، وسواق المقطوره بيزود السرعه وبيقرب منه، وديفيد بيكون عدى ال60 وبيلاقي الطريق مقفول وبيدخل من الناحيه الثانيه والمقطوره بتكسر الحواجز وبتعدي، وديفيد بيكون مستغرب ازاي سواق المقطوره ماشي بالسرعه دي، وبيفضلوا هما الاثنين بيجروا على الطريق والقطر معدي من جنبهم، وديفيد بيعدي من الحواجز والمقطوره بتهدي السرعه، وديفيد بيستغرب اول ما بيلاقي المقطوره اختفت وبيفتكر ان هو خلاص خلص منه وبيكون فرحان، والمقطوره اللي كانت واقفه بتبتدي تتحرك تاني، وعربيه ديفيد بتبدا تسخن بسبب خرطوم الرادياتير البايظ، والعربيه بتفضل تطلع دخان وسرعتها بتقل، وديفيد بيفتكر ان هو نسي يغير الخرطوم والسرعه بتقل والعربيه مش بتثبت على الطريق، وبيتصدم اول ما بيلاقي
المقطوره رجعت تاني تجري وراه، وديفيد بيحاول يمشي باقصى سرعته عشان يهرب منه، وبيلاقي انذار زيت المحرك بينور احمر وخلاص العربيه بتنتهي، وبيفضل يحاول وبيجيب اخره عشان يوصل لمنحدر الجبل، والعربيه بتبتدي تسرع شويه اول ما بيوصل النزله، وديفيد بيستغل الفرصه وبيمور العربيه وبيسيبها تنزل من غير ما يدوس بنزين، بس العربيه بتفقد توازنها وبتفضل تخبط في الجبل، والعجل بيبتدي يفك والعربيه خلاص بتنهار، والعربيه بتلف من ديفيد وبتخبط جامد في الجبل، وبيلاقي المقطوره جايه عليه بسرعه وعربيته مش عايزه تدور، وبيفضل يحاول لحد ما بتدور تاني، وبيلف بسرعه قبل ما تخبطه، والمقطوره بتلف وراه وبتطلع معاه فوق الجبل، وديفيد بيفضل مكمل لحد ما بيوصل اخر الطريق، وبيكون في سور خشب وجنبه حافه الجبل، وديفيد بيستنى المقطوره توصل المكان، واول ما بتوصل بيحط الشنطه على دواسه البنزين وبيفضل يتحرك ناحيه المقطوره، وبعدها بينط والعربيه بتخبط في المقطوره وبتنفجر، وسواق المقطوره مش بيعرف يسيطر على سرعته ومش بيبقى شايف قدامه من النار والدخان، وفي الاخر بيقع من فوق الجبل والمقطوره بتتدمر، وديفيد بيلاقي السواق مات وبيرتاح اخيرا من الكابوس اللي كان فيه، وبيفضل قاعد في مكانه مش مصدق اللي حصل له. وبكده انتهى الفيلم. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشوف باقي الملخصات، واكتبوا لنا في الكومنتات ايه الافلام اللي تحبوا تشوفوا الملخصات بتاعتها. سلام.